أخت أستاذ عيون، شكرا لك. كمال الدين. أستاذ السلام كمال. عليكم. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. خويا كمل. تبارك الله عليكم. معكم كمال جمال. الإخوة فقط بعجالة، تم حظر حسابي الآخر، يعني وبلغني يعني في الرسالة أنني أقوم بكومبورتمون إن تصرف يعني كراهي أو حقدي أو على أي. أنا والله ما سببت يوما أحدا، حتى يعني حتى في حياتي العادية لا أسب الناس، بل أنا أسبهم وأنا لا أعرفهم. عموما أيها الإخوة الكرام، بخصوص موضوعنا، كنا في الحلقة السابقة يعني فصلنا في موضوع مساندة المغرب ووقوف المغرب والمغاربة مع إخواننا الفلسطينيين، وليس في ذلك منا، بل هو الواجب الشرعي الإسلامي. يعني لا داعي لأن نكرر حتى لا نكرر أنفسنا. أنا أقول لكل الناس ما قاله الشاعر العربي، يعني أبو تمام، الذي قال: أقل اللوم عادل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب. أنا أضم صوتي لصوت أختي عيون، ويعني أنهي ما بدأته. أما بخصوص عبد الرزاق الجزائري، فهذا يعني ابن الأمير عبد القادر، وكان متزوجا بإسرائيلية، وثم جاء إلى منطقة القبائل وأعاث فيها الفساد، فتم سجنه، فأطلق سراحه بن بلة وهواري بومدين، امتنانا للموقف الإسرائيلي يعني الذي صوت لصالح استقلال الجزائر في الأمم المتحدة. هذه أولا. ثانيا، يعني والله هذا بالنسبة لعبد الرزاق أختي عيون، والله فعل ما فعله حفيدهم، ولا حفيد الامير عبد القادر الذي يقولون انه مؤسس الدوله الجزائريه. فعل هذا عبد الرزاق ما فعله عبد المالك حفيد الامير عبد القادر عندما جاءت به اسبانيا وقاتل في صفوفها ضد الريفيين، وكان من ضمنهم اجدادي وربي على ما اقول شهيد، وقتل سنه 1924 في معركه عزي بن ميدار قرب قبيلتي. عموما ايها الاخوه الكرام، بخصوص الموضوع، العلاقه الوطيده بين فرنسا والجزائر وبين فرنسا واسرائيل لا تخفى على احد، ولا يتناطح فيها عنزان كما يقال. والقنبله النوويه التي تم تجريبها في صحراء الجزائر كانت قنبله فرنسيه واسرائيليه بتعاون فرنسي اسرائيلي تام، وهذا معروف عند القاصي والداني. ايها الاخوه، بخصوص يعني مواقف هذه الدوله وهذا النظام من كل ما يمكنه، أنا والله اليوم لن أتحدث عن فلسطين فقط، يعني هذه الأمة أنا أؤمن أنه أمة واحدة، انطلاقا من قول ربنا عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يعني ماذا تنتظرون من رئيس دولة يقولون له اليوم عمي، ويشكرونه ويمجدونه، وهو الذي في أول تصريح صحفي له عقب تعيينه رئيس دولتهم، يعني قال في صحيفة يعني لوفيغارو الفرنسية: والحوار مترجم في القدس العربي، في جريدة القدس العربي باللغة العربية لمن أراد الاستفادة، يقول بالحرف: ساندنا انفصال جنوب السودان، وساندنا انفصال تيمور الشرقية، ويكاد الأمر يكون عقائديا عندنا. أنا أقول له: هذا لتبون، بئس الإيمان إيمانك وبئس الاعتقاد اعتقادك، وكما يقول ربنا عز وجل: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. والله هذا ليس إيمان، هذا شيء آخر، هذا موالاة أهل الكفر. يعني يعني إيمان يدعو إلى فصل الدول العربية والإسلامية ودعم يعني النصارى ودعم الملحدين. ساندوا روسيا ضد إخوتنا الشيشان المسلمة، ساندوا الاتحاد السوفيتي سنة 1979 ضد الأفغان المسلمين، يساندون اليوم صربيا ضد استقلال كوسوفو. بل سفير دولة صربيا يعني قبل عام فقط أو عامين، يعني في حوار صحفي عقب زيارته لتبون يعني بعد انتهاء ولايته في الجزائر، واسم السفير جانكوفيتش يقول بالحرف: جئت لأعبر عن امتناني لدعم الجزائر الدائم لوحدة أراضي صربيا. ولا تنسوا أيها الإخوة ما فعله هذا النظام عقب يعني في سنة 2002 عندما اندلعت أزمة جزيرة ليلى، عندما أراد المغرب أن يضم صخرة في بحر، يعني كان سبحان الله كان هذا النظام خنجرا يعني في ظهر المغرب والمغاربة المسلمين. ويقول حينئذ وزير خارجيتهم عبد القادر مساهل بالحرف على المغرب أن يكف عن طموحاته التوسعية
وأن يعود إلى الحدود الموروثة عن الاستعمار. أنا والله أيها الإخوة أنا أقول للفلسطينيين وللمسلمين كافة: نظام يجبن أن يناصر إخوته المغاربة ضد إسبانيا في قضية جزيرة ليلى والله هو أجبن أن يدعم الفلسطينيين وغير الفلسطينيين. نظام يعترف بنفسه أنه كان مع انفصال السودان جنوب السودان وتيمور الشرقية. أنا أقول لكم أيها الإخوة إن كنتم مسلمين كما يقول ربنا، شوف الأمر واضح جدا، لصالح من يراد انقسام الدول العربية، لصالح من يتم فصل الدول الإسلامية ويعني عمل التشرذم والتقسيم فيها. إن لم يكن لصالح إسرائيل والصهاينة فلمن بربكم؟ والله هؤلاء إنما يخدمون أجندة الصهاينة، يعني علموا ذلك أم لم يعلموا. أما بخصوص التطبيع وادعائهم أنهم يعادون المغرب يعني في هذا الجانب، لا والله كذبوا على الله والناس. وأنا أقول لكم أيها الإخوة الكرام، سنة 1996 انطلاقا من سنة 1996 إلى 2000 عندما زار وزير خارجية موريتانيا ولد سيدي خونا، عندما زار يعني الكيان الصهيوني وعاد، كان في أيامه وزير خارجية، رجع إلى موريتانيا وأصبح رئيس الدولة ثم رئيس الوزراء، ثم يعني كان هناك التطبيع بين موريتانيا وإسرائيل، بل كانت موريتانيا حينها مكب النفايات الإسرائيلية. ومع ذلك لم يقل هذا النظام شيئا عن موريتانيا لأنها حبيبته، ولأن النظام حينها كان يدعم يعني انفصال الصحراء المغربية. فقضية هؤلاء هي المغرب فقط، يراد فصله، يراد ضربه، لا يراد له العزة، لا يراد له الصعود، لا يراد له القيام، يريدون له الشر والانقسام والضعضعة والتقزيم، وليس لهم هم لا في فلسطين ولا في إسرائيل. أنا أتحدث عن النظام وحسبنا الله ونعم الوكيل. تفضلوا يا الإخوة. شكرا لك أخي كمال، بارك الله فيك. باقي من الوقت للأخوة المغرب 7 دقائق تقريبا. هذا الجزء الأول، والجزء الثاني اللي هو حنخرج فيه. الآن باقي 7 دقائق ثم نعطي الدور للإخوة في تونس. تفضلوا اللي بيحب يتكلم. نعم. أنا في مداخلة بسيطة أردت أن أؤكد ما قالته الأخت عيون والأخ كمال، ولعل المطلع على شيء من التاريخ، تاريخ الجزائر قبيل الاستقلال أو الاستقلال يعني الممنوح من طرف فرنسا، واغتيال كريم بالقاسم الذي كان أحد الثوار الجزائريين، والذي كان يتمنى وكانت طموحاته تذهب به إلى اعتقاد أنه سيصبح رئيسا للجزائر يوما ما، والذي اغتيل سنة 1970 على ما أعتقد في فرانكفورت. يقول صحفي استقصائي دار واحد البرنامج في الجزيرة على أنه تم التواصل مع كريم بالقاسم من طرف الموساد الإسرائيلي ومن طرف السيا الأمريكية، وأن كريم بالقاسم رفض أن يدخل معهم في تواصل، ورأينا أنه مباشرة بعدما رفض من التواصل يعني فر إلى ألمانيا، واعتلى بومدين الرئاسة في الجزائر، وقام بتسهيل يعني انطلاقا من 65 بتسهيل وقبله بن بلة بتسهيل التجارب النووية التي صراحة كانت اتفاقية فرنسية إسرائيلية التي راح ضحاياها الكثير من الجزائريين، بل وتجارب كيميائية على قول الجنرال رشيد يلس إلى غاية